حاجة الunion اللي هو الاتحاد. والكلام ده والله يعني تقريبًا مادة الdiscrete دي كلّها كلام إحنا كنا واخدينه قديم، بس إحنا بناخده بقى بمصطلحات جديدة شوية. طيب بيقول لي أنا عندي الunion أو الاتحاد، ده عبارة عن إيه؟ الاتحاد ده إن أنا باجمّع حاجتين مع بعض، يعني أنا عندي عناصر مجموعة وعناصر مجموعة، بيقول لي هاتي لي الunion بتاعهم أو الاتحاد بتاعهم، يعني أنا هاخد كل العناصر دي وكل العناصر دي. يعني أنا هنا بيقول لي إيه، هنا بيقول لي أنا عندي المجموعة A فيها العناصر 1 و2 و3 والمجموعة B دي 2 و4 هاتي لي الاتحاد بتاعهم. يبقى الحل إن أنا هاجيب 1 و2 و3 وال4 طبعًا الاتنين اتكررت عندي فخدت واحدة بس منهم. يبقى إيه 1 و2 و3 و4 تمام كده؟ طيب هنا بيقول لي إيه، أنا عندي مجموعة فيها 1 و3 و5 اتحاد 1 و2 و3 هاعملها إزاي؟ هاشيل طبعًا اللي متكرر هاخد منه واحد بس، يبقى هاخد 1 و3 و5 و2 يبقى 1 و2 و3 و4 و5 طبعًا ال4 دي مش عارفة إيه اللي جابها هنا، وهنا ما فيش 4 وهنا ما فيش 4 يعني، بس ما علينا. ده سؤال سيبكم من ده، ده مش الحل بتاع السؤال ده. هنا عندي 1 و3 و5 اتحاد ال1 وال2 وال3 يبقى عندي 1 2 3 5 هو ده الحل بتاعي، تمام؟ هل كده الاتحاد ده فيه أي مشاكل؟ أظن حاجة سهلة أوي. هناخد اللي بعديها بقى إيه الintersection عكس الاتحاد بالضبط. أنا هنا كنت باجيب الاتحاد، هنا باجيب التقاطع، يعني باجيب الحاجة الوحيدة اللي مشتركة ما بين الاتنين. المرة اللي فاتت هنا نرجع للPDF ده ساعة كنت باجيب إيه الvenn diagram كنت باقول إيه، أنا عندي هنا مثلًا الA والB كانوا متقاطعين هنا في النُص في الجزء ده، اللي هم العناصر بتاعتهم اللي هي ال3 وال7 ده اللي هو عندي التقاطع، ده التقاطع بتاعهم، اللي هو إيه الحاجة اللي مشتركة ما بين المجموعتين بتوعي. هنا بقى جيت إيه، بيقول لي أنا عندي العناصر 1 و2 و3 بتتقاطع مع ال3 وال4 و5 في عنصر إيه؟ هل الواحد متكرر عندي؟ لأ، الاتنين متكررة؟ لأ، فين اللي متكرر؟ العنصر رقم 3 يبقى التقاطع بتاعهم بيساوي إيه؟ 3 حد يقول لي الاتحاد بتاعهم هيبقى بكام؟ 1 و2 و3 واحد و4 و5. طيب تاني حاجة بيقول لي إيه؟ هاتي لي هنا الintersection أو التقاطع بتاع المجموعتين دول 1 و3 و5 و1 و2 و3 دول بيتقاطعوا في إيه؟ 1 و3 بس. ال1 وال3 بس، تمام. طيب هنا جايب لي مجموعتين بيقول لي هاتي لي التقاطع بتاعهم 1 و2 و3 و4 و5 و6 التقاطع بتاعهم بإيه؟ باي ما فيش أي حاجة. ما فيش أي حاجة يبقى بphi تمام كده ما فيهاش أي مشاكل. طب الاتحاد بتاعهم بكام؟ كل الأعداد المجموعتين كاملين. كل الأعداد المجموعتين بالضبط كده. طيب بيقول لي بقى ملحوظة عندي إن أنا لمّا بيبقى ما فيش أي تقاطع ما بين المجموعتين، في الحالة دي إحنا بنسميها disjoint بنسميها إيه؟ disjoint دي يعني ما فيش أي تقاطع ما بين الاتنين، والdisjoint دي إحنا هنستخدمها بعد شوية في حاجة تاني. تمام، فخلّي بس المعلومة دي عندنا دلوقتي. ماشي، هنا بيقول لي إن أنا عندي إيه، لمّا يجيب لي مجموعتين ويقول لي إيه، الA اتحاد الB أنا ممكن أجيبها من قانون ده هنستخدمه بعدين يعني، إن أنا عندي إن الA اتحاد الB الA اتحاد الB ده بتساوي الA زائد الB ناقص تقاطعهم، الA زائد الB ناقص التقاطع بتاعهم، عشان ممكن في سؤال يكون جايب لي الA وجايب لي مثلًا التقاطع وأنا بقى بعد كده باجيب الB وبعدين باجيب الاتحاد منهم، تمام؟ أو ممكن مثلًا إيه، يجيب لي ويقول لي إن في السؤال ده يقول لي إن مثلًا تمام، هاجي أقول لِك مثلًا أنا عندي عنصر اسمه A مجموعة اسمها A ومجموعة اسمها B والمجموعتين دول disjoint تمام، قُلنا disjoint دي معناها إيه؟ ما فيش حاجة مشتركة بينهم خالص. ما فيش حاجة اللي هو مشتركة ما بين التقاطع. الاتنين، يبقى الاتحاد بتاعهم بيساوي إيه؟ بيساوي الA اتحاد الB المفروض إن أنا باقول A اتحاد الB ناقص التقاطع بتاعهم، تمام. لكن هنا إيه، ده لمّا يقول لي الA اتحاد الB ما بين cardinality ما بين القوسين دول، في الحالة دي أنا باجيب إيه، الA زائد الB ناقص التقاطع بتاعهم. لكن لو إيه فلمّا يقول لي إن هي disjoint يبقى باجيب الA زائد الB بس، زي الاتحاد العادي،
تمام؟ تمام. تمام. هاخد اللي بعديها، أنا كده خدت الاتحاد وقُلت إن هو مجموع كل العناصر، وجبت التقاطع وقُلت إن هو العنصر الوحيد اللي بيكون مشترك. هناخد بقى إيه الdifference اللي هو إيه الفرق، الفرق ما بين المجموعة دي والمجموعة دي. إحنا كنا بناخدها في إعدادي وكنا بنقول إيه، يعني إيه الحاجة اللي موجودة عندي في المجموعة الأولانية ومش موجودة في المجموعة التانية. يعني إيه؟ يعني أنا عندي هنا المجموعة الأولانية بيقول لي 1 و3 و5 والمجموعة التانية 1 و2 و3. إيه اللي موجود في المجموعة الأولانية ومش في التانية؟ طيب ده كده ممكن يكون زي لأ تمام ماشي، كنت مش أقول زيه لأ، زي التقاطع بس شُفت الاتنين مش موجودة برضه. لأ مش زي التقاطع خالص. لو هنا قُلت هات لي التقاطع هتبقى بكام؟ لو قُلت التقاطع هيبقى كام؟ ب2 و5. التقاطع التقاطع 2 لأ، 1 1 2 و5 المفروض. بس عندنا 1 المفروض عندنا و1 3 و3 كمان في إيه؟ 3 آه 1 و3 التقاطع معلش. التقاطع 1 و3. طب والاتحاد؟ 1 و3 و5 و2 برضه 1 صح. و2 3 و5 أيوه. مضبوط كده. نعيد تاني، الاتحاد يبقى ياخد كل العناصر، 1 وال2 وال3 وال5. والتقاطع اللي هم العنصر اللي مشترك هنا ومشترك هنا، اللي هو ال1 وال3. صح كده؟ ال1 وال3 هنا و1 وال3 هنا. طيب مض لمّا أقول لِك هاتي لي الdifference يبقى إيه اللي في المجموعة الأولى ومش في المجموعة التانية؟ ال5. ال5 هنا، هنا في 1 و5 وهنا في و3 1، هنا في 3 وهنا في 3، هنا في 5، هنا في 5 لأ، يبقى هي ال5 اللي معايا. أهو، يعني أنا باخد العنصر الوحيد اللي موجود هنا ومش موجود هنا. والاتنين برضه. لأ، لأ بقى، أنا باحكم بالنسبة للمجموعة الأولانية. يعني أنا لو جيت وقُلت لِك إن إيه، إن 1 و2 و3 إحنا كنا واخدين أصلًا طول حياتنا إن الطرح ده مش عملية إبدالية، هي هنا يعتبر أنا باجيب الفرق بتاعهم أو الطرح يعني، فهو مش إبدالي، مش هيدّيني نفس الناتج. هنا لو قُلت بقى ال1 وال2 و3 فرق من 1 و3 و5 يبقى إيه اللي في المجموعة الأولى مش في المجموعة التانية؟ واحد الاتنين الاتنين الاتنين. بس يبقى هنا الناتج بتاعها 5 لكن هنا الناتج بتاعها 2. مفهومة دي؟ مضبوط تمام. أهو هو جاب لي هنا في السؤال ده جاب لي كل يعني ال4 حاجات اللي إحنا خدناهم، اللي هو إيه، أول حاجة قال لي الA ناقص الB، إيه اللي هنا اللي في الA ومش في الB؟ اللي هو الاتنين. الاتنين تمام. إيه الاتحاد بتاعهم؟ 1 و2 و3 و4 و5. أنا مش عارفة ال4 دي الباشمهندسة جابتها منين؟ الأربعة أصلًا دي غلط. مش موجودة أصلًا معايا 4 في السؤال، مش عارفة بتجيبوهم منين؟ الفرق القرن التقاطع بتاعهم، التقاطع ما بين الA والB بيتقاطعوا في واحد ال1 واتنين وفي ال3. تمام؟ والB ناقص الA اللي موجود في الB الخمسة الإيه، موجود ال5. في إيه؟ تمام. هو أول حاجة بس أنا عايزاها منكم لمّا نخلّص السيشن يعني وأتمنى تكونوا فهمتوا فيها، هو لسه إحنا قدامنا شوية يعني، هابعت لكم PDF مجمّعة لكم فيه كذا سؤال تحلّوهم على طول، واللي يقف معاكم ابعتوا لي، وأنا ممكن أحلّهم معاكم في أي سيشن تانية. تمام؟ بحيث إن إيه المعلومة أوكي خلاص تمام. تبقى ثبتت، يبقى أنا قفّلت المحاضرتين دول خلاص على كده. أوكي تمام؟ تمام. تمام. هندخل بقى اللي بعديها إيه، اسمها الsymmetric العلامة بتاعتها دي بتبقى دايرة كده وجواها plus، دي اسمها الsymmetric. عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن الA minus الB اتحاد الB minus الA. يعني لو جبناها من السؤال اللي فوق ده هتبقى إيه؟ هتبقى 2 و5. مضبوط تمام. تمام. أو ممكن من حاجة تانية، نجيب اليونيون والاتحاد. اليونيون الاتحاد الunion والintersection. أيوه والintersection. يبقى الاتحاد ناقص التقاطع. أنا طبعًا هي الفرق دي أسهل، بس هو على حسب مدّيك المعطيات إيه في السؤال، ممكن يبقى مدّيني الاتحاد بس مش مدّيني إيه العناصر اللي موجودة عندي، فساعتها ممكن أجيبها من القانون ده، اللي هو الاتحاد ناقص التقاطع. تمام؟ تمام. تمام. طيب هنا بيقول لي إيه
أنا عندي الA 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 والB 3 و4 وB وQ وR وS. بيقول لي بقى شوفي لي الA اتحاد الB هتبقى بإيه؟ كله، ما عدا طبعا كله. التلاتة والأربعة تكون واحدة بس، مش 1 هتكون و2 متكررة يعني. و3 التلاتة والأربعة متكررين و5 و6 وB وQ وR وS. تمام. مظبوط، هناخد والتقاطع منهم واحدة بس. بتاعهم في التلاتة والأربعة. التلاتة والأربعة بس. إمم. طيب أنا هنا طبعًا مش مدّيني الفرق، أنا ممكن أنا أجيبه من السؤال وأقعد أحسب وبتاع، بس بما إن أنا كده جبت الاتحاد وجبت التقاطع فأنا هاطرحهم بس من بعض. هطرح الاتنين من بعض. يبقى هاخد إيه، هاقول إيه اللي في الاتحاد ومش في التقاطع، يبقى هاخد ال1 وال2 وال5 وال6 وال7 والB والQ والR والS. تمام كده؟ طب احنا كده لو مظبوط إن احنا ناخد كل الأعداد ما عدا ال A الانترسكشن ال B. تمام كده. هنا بقى إيه، طبعًا خدنا إيه الuniversal ده اللي برضه الاتحاد بتاعها اللي هو إيه، إن أنا باجيب كل العناصر اللي موجودة عندي. تمام، اللي هو إيه 1 و2 و3 يعني هنا الA والB والC اللي يبقى الuniversal بتاعهم كلّهم كل العناصر اللي موجودة 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6. هي يعتبر ما فيش فرق ما بينها يعني الuniversal هي زي الاتحاد بالضبط، أنا مش شايفة فرق ما بينهم يعني، بس بزيادة مصطلحات وخلاص في الكلية. اه تمام، الحاجات دي كانت في تانية إعدادي أصلا. أيوه، على فكرة والله المواد أصلًا كلّها سهلة جدًا. ال إذا كان الdiscrete والmath zero والmath برضه يعني كلّها حاجات تقريبا متكررة. أنا كنت وح باخدهم وال بنفس هما كده بالظبط، والإلكترونيك كنت باخدهم في برضه، اللغات. والإلكترونيكس دي كلّها الفيزيا بتاعة تالتة ثانوي، فأنتم مش هتاخدوا حاجات جديدة يعني أوي، يعني هو يعتبر الintroduction to computer هي اللي فيها حاجات جديدة بقى عليكم. هنا بيقول لي إيه، دي بقى حاجات يعتبر حفظ يعني بيجيب منها كده كام سؤال في الMCQ. تمام، أنا جايباهم من المحاضرة الدكتور باسم يعني بيجيبهم إن شاء الله. إن إيه، بيقول لي الA تقاطع الاتحاد، تقاطع الuniversal. تمام، طبعًا هيتقاطعوا في إيه، هيتقاطعوا في عناصر الA لإن الuniversal ده هو عندي كل العناصر. يبقى هيتقاطع مع الA في إيه، في عناصر الA. طيب بيقول لي الA اتحاد الphi، الA اتحاد الphi يبقى الA لإن أنا باقول الA زائد صفر يبقى بالA. طيب بيقول لي إيه، الA universal الunited الunion قصدي، يبقى الA الاتحاد يعني الuniversal الاتحاد يبقى إيه، يبقى هي الuniversal لإن أنا ما زوّدتش حاجة. يعني أنا باقول كل العناصر اللي عندي زائد الA، طب ما الA كده موجودة، يبقى أنا هاخد الuniversal اللي هو كل حاجة عندي. تمام، طيب الA تقاطع الphi، هي هنا المفروض الA تقاطع الphi بيتقاطعوا يعني المفروض phi ما بيتقاطعوش في حاجة، لإن دي عناصرها صفر، دي عناصرها بصفر، ودي عناصرها كل الA يبقى بيتقاطعوا بإيه، بيتقاطعوا بphi ما بيتقاطعوش في أي حاجة، صح كده؟ وهنا الA تقاطع الA بيتقاطعوا في الA. دي بقى حاجات أكتر حاجة حفظ أكتر. هنا بيقول لي إيه، الcomplement law بيقول لي إن أنا عندي الA العلامة دي إحنا ما خدناهاش اسمها الcomplement اللي هي لمّا أنا أقول إيه، الA مثلًا دي الA ودي اسمها الA complement اللي هي مكملة الA بتساوي 1 ناقص عناصر الA. تمام، يبقى الcomplement دي بتساوي 1 ناقص الA اللي هي مكملة الA، أنا باخد يعني الواحد ناقص كل العناصر اللي بتاعة الA علشان أعرف إيه المكملة بتاعتها. 1 ده اللي هو أنا باعملها على أساس إن هي احتمالات، فالواحد اللي هو الاحتمال المؤكد اللي هو كل حاجة عندي، يبقى 1 ناقص الA. مفهومة دي؟ معلش يا دكتور، ممكن تعيديها تاني معلش؟ ماشي، تمام. أنا دلوقتي باقول إيه، مش سايبة القنبلة بطريقة بسيطة. أنا عندي مثلًا الuniversal ممكن بإيه، الرسمة اللي فوق دي برضه نفهمها أكتر. أنهي رسمة؟ هنا دي؟ مش ده الشرح بتاعها مظبوط صح؟
هو هنا دي دي هو هنا بيقول لي ايه، الايه دي جزئيه من او بتساوي البي، يبقى البي كومبلمنت جزئيه من او بتساوي الايه. تمام. يعني انا لما زودت كومبلمنت انا ما غيرش حاجه. طب هنا بيقول لي الفاي كومبلمنت ايه هي مكمله الفاي، يبقى اليونيفرسال. يعني ايه عندي اللي هيكمل عناصر بتاعه الفاي، اللي هي كل العناصر اللي هي اليونيفرسال، صح ولا غلط؟ مظبوط. تمام. طيب يعني انا هنا لو قلت لك ان انا عندي اهو، ما نحسبها من السؤال ده مثلا. آه، انا هنا عايزه عناصر الايه 1 و2 و3. طيب انا عايزه بقى اجيب الايه كومبلمنت، ايه هي مكمله الايه؟ يبقى هاخد من هنا كل العناصر ما عدا الايه، يعني اللي هو ايه، هشيل الواحد، هشيل الواحد وهشيل الاثنين وهشيل الثلاثه، يبقى الكومبلمنت، يبقى الايه كومبلمنت بتساوي ايه، صفر واربعة وخمسة وستة. فهمت؟ تمام. اه. تمام. طيب يبقى هنا ايه، يبقى لما اقول ممكن ايه هي دي الحته دي حفظ، يعني نهتم ده عشان ممكن يجي فيه سؤال اللي بيقول لي ان الفاي كومبلمنت ايه هي مكمله الفاي، يبقى اليونيفرسال. طب ايه هي مكمله اليونيفرسال، انا مفيش حاجه هتكملها، يبقى الفاي. تمام. اوكي. تمام. تمام. هنا بيقول لي ايه، انا عندي انا عندي ايه الايه اتحاد مكمله الايه، يعني الايه اتحاد الايه كومبلمنت، يبقى انا عندي ايه، يبقى بتساوي اليونيفرسال. انا بقول انا بقول ان الايه كومبلمنت بتساوي ايه، اللي لسه جايبينها من فوق اللي هي بتساوي اليونيفرسال ناقص الايه. يبقى لما يقول لي مظبوط. الايه اتحاد الايه كومبلمنت يبقى بتساوي اليونيفرسال، اللي بتساوي عندي كل العناصر. يعني انا جبت الايه وجبت مكملتها، يبقى انا ناقصني ايه، مش ناقصني اي حاجه، يبقى كده انا خدت اليونيفرسال كله. تمام. تمام. طيب ايه تقاطع بقى والايه كومبلمنت؟ دي عناصرها زي ما احنا قلنا فوق، قلنا ان الايه هتكون بتساوي كام، 1 و2 و3، والايه كومبلمنت بصفر و4 و5 و6. يبقى فين التقاطع ما بينهم؟ مفيش تقاطع، يبقى بفاي. تمام. مفهومه؟ تمام. طيب بيقول لي ايه، طب ايه هي الدبل كومبلمنت؟ انا هنا بقول ايه، الكومبلمنت صحيح ممكن نعملها كده سي كده صغيره فوق الرقم، يعني ايه كده وفوقيها سي كده صغيره، او الايه وفوقيها شرطه. الاتنين دول معناهم ايه كومبلمنت. تمام. طيب بيقول لي الدبل كومبلمنت، ان انا لو قلت لك الايه كومبلمنت، تمام، ورحت قايله لك هاتي لي الكومبلمنت بتاعها تاني، يبقى انا رجعت للايه. يعني انا جيت هنا ورحت قايله لك ايه، هاتي لي الايه كومبلمنت، طلعت بايه، بصفر واربعة وخمسة وستة. قلت لك هاتي لي الكومبلمنت بتاعها تاني، يبقى انا عايزه اكمل الصفر والاربعة والخمسة وستة، يبقى ايه العناصر اللي ناقصاني، 1 و2 و3. يبقى انا جبت كده ايه، جبت الايه. آه. مفهومه دي؟ تمام. 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 ماشي. تمام. هما دول الجدول ده والجدول ده، الديفينيشن المفروض نحفظه. الاتنين دول هنحفظهم او نحاول يعني ايه نفهمهم الى حد ما، وانا هعيده عليهم المره الجايه. احنا طيب ممكن ماشي. ناخد ممكن بس. القانون بتاع دي مورجان ده، اللي هو بيقول لي ايه، ان انا لو قلت ان الايه اتحاد البي كلهم الكل كومبلمنت، دي معناها ان انا بقول الايه كومبلمنت تقاطع البي كومبلمنت. وده ما فيهوش شرح، هو ده قانون حفظ، وقانون دي مورجان ده هيجي قدامنا كتير قوي في حاجات يعني فيما بعد. تمام. يبقى انا عندي اول حاجه لو قلت الاي اتحاد البي كومبلمنت يبقى بتساوي ايه كومبلمنت تقاطع البي كومبلمنت. طب لو عكست قلت ان التقاطع بتاعهم كومبلمنت، يبقى الاي كومبلمنت اتحاد البي كومبلمنت. تمام كده؟ تمام. اه. تمام. طب هناخد بقى دي بالمره. انا هنا بقول ايه، طبعا ان الاتحاد ده عادي عمليه بدليه، ان انا اقول ان الاي اتحاد البي هي لو قلت البي اتحاد الاي. تمام. والتقاطع كذلك برضو. وبيقول لي برضو ايه، ان انا لو عندي الاي اتحاد البي بين قوسين اتحاد السي، هي لو قلت ان طلعت الايه بره وحطيت القوسين في الاخر، يعني لو حطيت قوسين في الاول هي حطيت القوسين في الاخر، اللي هي كنا بناخدها في اعدادي عمليه الدمج، ان انا لو حطيت القوسين هنا او القوسين هنا هي نفس المعنى برضو، ما بيفرقش معايا. اه. مظبوط. تمام. تمام. هنا بيقول لي ايه،
إن الA اتحاد الB تقاطع الC هي بتساوي إيه؟ الA اتحاد الB تقاطع الA اتحاد الC. يعني لإن أنا عندي إيه، الاتحاد دي عملية مشتركة، لو قُلت هنا الA هاخد هنا الA اتحاد مرّة مع الB اتحاد مرّة مع الC، والتقاطع هاحطها ما بين الاتنين، يعني أنا قُلت الA اتحاد الB والA اتحاد الC وخليت التقاطع هنا في النُص، تمام؟ يعني العملية دي تمام. هي العملية اللي بتكون ما بين الأقواس دي أنا باحطها هنا في النُص، والعملية دي أنا باوزّعها على العنصرين. تمام؟ أوكي تمام. تمام. الجدول ده أكتر تفصيل أكتر يعني، بس هو تقريبًا نفس الكلام، فإيه عايزين نركّز اهم. عليهم، وهابعت عليهم كذا سؤال، هابعت لكم الأسئلة دي بُكرة إن شاء الله، وعايزاكم تحلّوها وتبعتوا لي لو حاجة وقفت معاكم، وأنا يومين وهابعت لكم الإجابات بتاعتهم. تمام كده؟